عنيفا مصدره راجمات الصواريخ ومدفعيات الجيش النظامي. غالبية سكانها هجروها، لكن مقاتلي المعارضة ما زالوا متواجدين فيها. إنهم يستعدون لخوض معركة جديدة محتملة. وكما تظهره هذه الفيديو التي بثتها قناة شام نيوز، استطاع مقاتلو المعارضة من تفجير هاتين الدبابتين التابعتين للجيش النظامي في الزبداني في ريف دمشق. وفي مكان آخر قريب من الحدود التركية يستعد هؤلاء المقاتلون للسيطرة على القاعدة العسكرية في بلدة أعزاز، ويعتقد أن هذه القاعدة تحوي طوافات الجيش النظامي. وإن شاء الله قريبا سنستولي على مطار منغ، والأوضاع المناخية سيئة للغاية بسبب نقص العتاد. أما بلدة الحوري الواقعة بين حمص وحماة فقد تعرضت لقصف الجيش النظامي، ويحاول سكانها إجلاء المصابين والقتلى. كما يقوم مسعفو الهلال الأحمر بإجلاء جثث الضحايا من أفراد الجيش النظامي الذين قتلوا نتيجة هجوم على قاعدتهم العسكرية في حلب.